السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا أنا جايه لكم النهارده بطريقة سهلة جدا للكيكة الإسفنجية بمكونات بسيطة جدا، وبإذن الله تكون سهلة. أي حد يقدر يعمل كيكاية، يقدر يعمل بها تورتايه سهلة جدا. أول حاجة أنا بطنت الصينية اللي عندي دي شبه الحلة كده، أنا جايباها مخصوص عشان الكيكات وكده. لو انت عندك حلة ممكن تستخدميها عادي، مفيش أي مشكلة. وبطنتها بورق زبدة كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى هنا انا عندي 5 بيضات، ومعايا هنا كيسين فانيليا، ومعايا نص كوبايه ميه من الحنفيه، ميه عاديه جدا، ومعايا نص كيلو دقيق اسبونج. نص كيلو يا جماعه دقيق اسبونج على الصينيه بتاعتي. نص كيلو بيعملوا تورتيه كويسه جدا. 5 بيضات. انتم ملاحظين هنا انا هنا مش حاطه سمنه ولا حاطه زيت. دي الاسبونج ده دي جاهز من غير اي، ما نحطلوش اي محسنات ولا اي حاجه. انا حطيت بس فانيليا عشان البيض. وحطيت هنا نص كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه عاديه جدا. وعلى قد ما اقدر بقى هضرب بقى بحيث ان هي تطلع معايا بالقوام المظبوط كله على بعضه. يعني مفيش حاجه بتسبق حاجه، اي حاجه قبل اي حاجه، مفيش اي مشكله. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهم حاجه طبعا العجانه بتاعتي تكون نظيفه وكويسه قبل ما احط فيها اي حاجه. باذن الله لو مشيتي بالطريقه دي اضمني نتيجه الكيكه بتاعتك باذن الله. هفضل اضرب فيها كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. شايفين كل ما بضرب بتوصل للقوام ده كده. شايفين ما شاء الله القوام بيبدأ يتقل معايا، تبقى شبه الكريمة بالظبط. كل ما بضرب اكتر كل ما بتتقل اكتر معايا. شايفين قوامها. وطبعا بقى شايفين قوامها ما شاء الله. هسخن طبعا قبل اي حاجه، انا سخنت الفرن بتاعي. اي كيكه بتعمليها لازم اول حاجه تعمليها قبل ما تبداي تسخني الفرن بتاعك، تشغليه. انا شغلته على درجه حراره 180. والكيكه دي يا جماعه بتاخد وقت شويه، يعني درجه حراره 180 ماشي. خدت معايا حوالي ساعه. طبعا انا بضربها في الارض كده بحيث ان هي وشها يتظبط معايا كده زي ما انتم شايفين. هدخلها بقى الفرن بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم انا مجهزه الفرن قبلها. هي خدت معايا حوالي ساعه. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا اختبرتها بعد حوالي نص ساعه كده في الفرن، بدات اختبرها. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهم حاجه لو عندك حاجه مخرمه او شبكه او حاجه بعد ما تطلع من الفرن تحطيها عليها، لان هي بتبقى سخنه. شايفين هي دي ما شاء الله بتعمل معايا 5 طبقات من الكيكه. ممكن تعمليها 4، تعمليها 5 زي ما تحبي يعني. وطبعا انا عملتها تورتايه. طبعا هصور لكم شايفين مدخنه ازاي. طبعا هصور لكم وانا بقطعها وانا بجهزها واعملها تورتايه. ما شاء الله بجد جميله جدا. واي حد بيفكر يعمل مشروع يا جماعه سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه ولا اي حاجه. شايفين ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. توحشوني جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.